متألمين برشا برشا على ولادنا وعلى اخواتنا وزملائنا في السلاح. كحلول ماهيش حلول. الشيء اللي قاعدين نشوف فيه كل يوم ناس تموت من جنودنا ودم اولادنا. الحلول ما فما حتى حل ومارينا حتى حل، والذي الحوايج نسمعوا فيها تو في 3 سنين. دونك نطلبوا من الحكومه ومن رئيس الجمهوريه المؤقت ومن المجلس التاسيسي تفعيل ساعه قانون الارهاب درجه اولى. 2 توفير المعدات اللازمه لجنودنا. وثالث حاجه، اذا كان جنودنا انون بلو لو دروا دو بارلي، احنا كمتقاعدين عندنا الحق باش نتكلموا على ولادنا، ويا رئيس الجمهوريه ويا رئيس الحكومه، واحنا رانا كعسكريين متقاعدين باش نتحركوا لصالح اولادنا ولصالح عائلاتهم اللي قاعده تتيتم واللي قاعد يصير فيهم معناها من اهانات. احنا جيشنا مش نتاع اهانه. جبل الشعامبي الحل راهو موجود. اذا كان يا سياده رئيس الجمهوريه اللي يقول انا باش نعملوا منتزه، توا راهو منتزه للارهابيين، وجبل هذايا اللي كنتوا عاملينه محميه باش تربيوا فيه الحيوانات، يظل لي ماهيش ارواح الحيوانات اعز من ارواح جنودنا. جبل اللي ينجم يتحرق كامل، وجبل بوقرنين هاك العام تحرق من قرنبالي حتى الحمام لنف، وجبل توا هاكا غرسوا للجيش ورجع اخضر كما العاده. اما هذايا ماهيش حلول، ويزينا من الدموع ويزينا من الكلام اللي خاطر ما يفرحناش. سامحني انا نتكلم توا، راهو قلبي يوجعني على اخواتي وعلى اصحابي وعلى زملائي، اما راهو الشيء اللي قاعدين تعملوا فيه هذا لا يجدي نفعا. من فضلكم لا يجدي نفعا، ومن فضلكم راهو باش نتحركوا احنا كقدماء عسكريين على خاطر اخواتنا وزملائنا في السلاح. لفت نظر للقيادات العسكريه، احنا اولادكم وربيتونا على حب بلادنا. من فضلكم اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله في مرؤوسكم. راهم وليدات صغار قاعدين يموتوا، وراهم الاولاد هذوما لاهم ولاد اعيان، وكان تشوف انت لي زادريس نتاعهم تلقاهم الكل من الارياف وكل معناها يجريوا على عائلات. اتقوا الله في مرؤوسكم وتكلموا عليهم انتم. راهو على الاقل انتم ما يحسبوكمش كقيادات عسكريه كبيره. هما راهو انون بلو لو دروا دو دير نم، ما ينجمش يتكلم هو كعسكري صغير. من فضلكم اتقوا الله في مرؤوسكم. الحركه نتاعنا انه نحن باش في نطاق القانون ما نجموش باش نعملوا حوايج اللي باش نكونوا نحن معناتها نمسوا بها القانون العسكري كعسكريين متقاعدين، باش نعملوا لفته معناتها نظر للقياده العسكريه باش تشوفوا لنا في الزملاء نتاعنا اللي قاعدين مباشرين، خاطر هما ما ينجموش يتكلموا. هذايا حاجه عسكريه معناتها وما نجم حتى حد باش يتدخل فيها. باش نحاولوا نحن نعملوا معناتها لفته نظر للقياده باش تشوفوا لنا في زملائنا. وهذا شيء اسف، انا واحد من الناس خرجت من داري توا والله العظيم صدقني بدون مبالغه، معناتها وكان عطاوني سلاح ونخرج توا ونمشي نموت ما نجمش نشد روحي. خرجنا انا توا زميلي كلمني، خرجت معناتها من غير ما نحس بروحي. بصراحه شيء يوجع وما يلزمناش نوصل للشيء هذا، خاطر عندنا رجال باش نجموا نحن نحاربوا الارهاب هذايا. وان شاء الله يكونوا معنا اخواننا المتقاعدين، وان شاء الله بحول الله في اقرب وقت باش نعملوا اللفته للقياده نتاعنا ان شاء الله.